يب، اليوم قصتنا عن أكتر واحد بكره السوريين بالعالم، وأكتر واحد أو أكتر وحدة بتكره السوريين في الدنيا، وأكتر وحدة ما بتطيق السوريين، وأكتر وحدة مزعوجة من السوريين. اليوم راح نحكي على نضال الأحمدي. ومين طلع سوري ونحن مش عارفين؟ فيروز وعد. يا خيي شعب ما عنده جبران بسرق جبران، ما عنده فيروز بسرق فيروز، ما عنده نضال أحمدي بيسرق نضال الأحمدي. مروان خوري صار مروان خوري، ما عنده نجوى كرم صار نجوى كرم. حبيبي انت خود شو اسمه هذا الفيتامين سيروتونين بس لا تشعر بالفخر. لك يا حيوانة، السوري طول عمره بشعر بالفخر. يا حيوانة، السوري طول عمره بشعر بالفخر. لك حاربونا الدنيا وما قدرت علينا يا جحشة، مشان نشعر بالفخر. مو ما بيعترف فيهم، والدليل عم يهبش من بلاد تاني. ولك انتوا عندكم العقاد ما بيجيبوا سيرته، عندكم نزار قباني ما بيجيبوا، عندكم غادة السمن. هلا كلهم طلعوا من لبنان، يعني كلهم من لبنان ومن علوة. ايه لكن كلها من لبنان مبين. طبعا انت اول موديل، انت كله من لبنان. كمان في كتير شغلات من لبنان عفرتك اياها. طب عندهم صباح فخري انه عندهم مطربين عظيمين. ما عندهم غير صباح ومية دوزلون من عندهم، يعني لبنان اللي عنده. بس بلا الفن شوفوا حالكم. بس نزط هلا على الهوارة بيعملوها من جديد. جبران سوري يا ختيارة. طلع مين فكرت جبران باسيل، انا قلت يدافع عن حاله، طلع جبران خليل جبران. عم بيزوروا كتابات لإله ولبننة جبران خليل جبران. قضية الشوكولامو، عريض أول مرة قصة الشوكولامو استفردتوا فيي لأنكم شوية NGOs زعران وسخين. هودي الخونة اللي لازم تتعلق مشانقهم. نعم، طلعنا خونة وسخين ولازم تتعنى مشنقتنا، لأنه حكينا عن نضال، أحلى نضال. هلا غير وضع. طيب هلا اختلفت الاشياء. يعني الشوكولامو سيل شطشط على الدولة السورية، زعل المحامي وزعل القاضي. يعني أنا مش شايفة مجديب أكتر من هيك. يعني هول مهابيل منتجوا. أنت يا مسطول يا قاضي أو يا ما حضرت شو قلت؟ اعتبروا في إهانة للسوريين، يعني بشكل أو بآخر لسوريا، للإنسان السوري. بشو هنتو للإنسان السوري؟ إنه قال لي لا أنتو بدك تعرفوا لهجتنا سوريا لبنان محافظة. على فكرة وبعد يعني خلال الحملات لم يعد لبنان محافظة سورية، أصبح منطقة، رغم إنه تحولت إلى قضية مركزية ولا تزال تقوم قيامتها، بالرغم إنه ما كان في سوريا. نحن ما كنا نقول هيك لأنه ما عنا عقدة ناقص، نحن شعب ما عنا عقدة ناقص. ما في سوريا خيي، شو في أشوريا. نعم يا شباب، طلعنا مالنا سوريين، طلعنا أشوريين ومالنا خبر. لك يا حيوانة، لك تأسيس سوريا وتاريخ سوريا وتاريخ دمشق وتاريخ الشام وتاريخ حلب. لك آخ لك انتي لو بتفهمي وانتي جد لو مثقفة وبركع بتعلكي لعرفتي تاريخ سوريا، لعرفتي حضارة سوريا، ولعرفتي تاريخ الشام وتاريخ حلب وتاريخ. لك شو انتي من اي بقر جاي، من اي ضيعة جاي انتي، وجاي مين حطيك على التلفزيون كرمال الله أنا وجحش؟ انتي لو بتعرفي بالتاريخ كنتي عرفتي تاريخ سوريا يا حيوانة. تاريخ سوريا كنتي عرفتي يا حيوانة. لك انتو لبنان كنتو محافظة انتو يا هل لبنان
انتم محافظة من سوريا، سوريا زتتكن ما بدها اياكن، سوتكم بلد وانتم من دون ولا شي، سوتكم بلد وانتم فاشلين، سويتلكم بلد وانتم فاشلين يا فاشلين. اشو بنان، اشو بنان، ايمت تأسست بنان يا حبيبي، ايمت صارت بنان يا عمري، بسأل لي ايمت يا نضال يا حمار يا جحش. اذا انت كنتي مرة انت بتشبهي كل شي الا المرة ذاتها، كل شي بتشبهي الا المرة. وبص ايدي زي مالك متحوطة، يفكى عينك على المدن، راي عليكي وهاللي حطك تحكي. معلش الشباب سامحونا هالمرة هيك. ما كانت موجودة أبدا، مش عم بيقوموا القيامة، هن بيقوموا القيامة على شيء. بحكي عن الملف النازحين حطوه الشعب السوري، لا مش النظام. الله يعين هذا النظام على الشعب. لك الله يلعنك ويلعن هذا النظام، ذاتك لو ما النظام ما كنا شفنا هيك اشكالات. يعني انت مع يعني انا مع بشار انا مع بشار ان بس يتحول الى ديكتاتور عادل. المدرسة الرسمية للبناني، الأرض اللبنانية للبناني. ما في لاجئ سوري مثل ما بيقول مارك دولة عم بيقونن. في نازح سوري، وهذا النازح غير شرعي على الإطلاق. يلا برا، يلا فلوا، وإلا عم بتحضرونا لحمام دم. اللبناني ما بيبيع أرضه. وشو ما عملوا وشو ما عملت الاتحاد الأوروبي خليها تقاومنا. نحن كلنا عنا استعداد الموت، أنا خصوصا أول وحدة ما أنا بتقمص. الدولة اللبنانية صرفت 31 مليار دولار على السوريين من 2011 لل 2016. لك يا حبيبتي عمين عم تكذبي. ميزانية لبنان كلها، ميزانية لبنان كلها تطلع 131 مليار اللي دفعوه على السوريين. تطلع. لك اسأل الله لما كانت سوريا تقدم معونات للبنانية، وتقدم كهرباء للبنان، وتقدم أكل للبنان، وتقدم شرب للبنان. لك الكهرباء كنتوا تاخدوها من عنا من سوريا. لك بس هيك شعب اللي ما بقدر. جاء مندوبينهم واجتمعوا مع الحكومة اللبنانية وقالوا لهم بدكم ترفعوا الضريبة وترفعوا الدعم. حكومة الرئيس الحريري سعد الحريري ليه ما عملت هيك واستمرت إلى أن ذهب، وبعده استمرت الحكومات إلى أن أفلست، يعني دفعوا كل شيء على السوريين. أموالنا أخذهم السوري، الإفلاس بسبب السوري. نحن ما بعنا لا بنية تحتية ولا مي. عم يطلعوا على السوشيال ميديا بيقولوا نحن عم نشربكم من مؤخرتنا لأنه الليطاني ما عم بيحكوا صح. يا عمي أنا عم بقول له يرفع علي دعوة، بسلم داتا للسوريين، بخلي السوريين يتعلموا محل الطالب اللبناني. هيدا عمالي. لك أنا طالب لبناني وأنا طالب سوري، ليش أنتوا عم تدرسوا بالأول بعدين القرارات يا حيواني اللي عندكم؟ متى في قراراتكم الممنوع طفل سوري يدرس بمدرسة اللبنانية الحكومية؟ انت بتعرفي القرار ولا ما بتعرفي؟ لا والله ما بتعرفي، لأنك انت عايشة على التجلي بس، ما بتعرفي شو عم بصير حولك. وبالأخير بطلع السوري وبيحكوا على السوري عالم زبالة مثل هاي تحكي على السوريين. وصلنا لزمن عالم بلا قيمة تحكي على السوريين، عالم ما كان حدا يشيلها من أرضه تحكي على السوريين. السوري طول عمره فوق ورح يضل فوق. طبعا في عالم لبنانيين كويسين وفي عالم لبنانيين مش كويسين، لكن كهاي البني آدمة عم تخرب على سمعة بلد كلبنان، عم تخرب على سمعة بلد كحضارة لبنانية، عم تخرب على كل شغلات عندكم. نصيحتي للبنان وشعب لبنان، حاكموها وخلوها تسكت أحسن ما أذكركم بقصة كتير رح تعجبكم يا لبنانية، وهي قناة الكازوز. بتذكروا ولا لا؟ مبروك علينا يا لبنانية،
ويا نضال أحمدي أحسنكم. مطربين لبنان مع احترامي للكل، وقت اللي عم يجوا على سوريا ويعملوا حفلات ما حدا عم يكن لهم الا كل الاحترام. ولا تنسوا فضل سوريا عليكم، لانه صرماية سوريا مفضلة عليكم كلكم بدون استثناء ولا مطرب. كنا نحكي بهي اللغة. شو بيقول له للمتعاهد؟ بيقول له انا قبل هالمرة دق لي شخصية مهمة من سوريا مشان الغي له حفلاته لحسام جنيد وانا ما لغيت له. هلا المتعهد اليوم ليكو يعني معي صوته انا للمتعهد وصوت الثاني الشاب المخرج، قال والله بده يكسر الحفله وبده يلغيها وانت عدو اللدود. اوف 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 اوف, أوف. ليش؟ عم تجوا على سوريا وعم يحترموكم وعم نحترمكم وقلنا لكم 100 مره تفضلوا على بيوتنا، ما بدكم. اهلا و100 سهلا فيكم، وسوريا عم ترحب فيكم والدوله السوريه عم ترحب فيكم ونقابه الفنانين السوريه المحترمه عم ترحب فيكم. ليش نحن بلبنان عم تعملوا معنا هيك؟ يعني شو السبب؟ نحن كفنانين سوريين واقفين مع الحق بسوريا، لانه انا موضوع عم يزعجني، صار بقى من جوا، بقى مو موضوع بقى انه والله طنش، لا ما عاد في شيء اسمه طناش. بس للفنانين اللبنانيين قبل ما اختم هذا الموضوع، لا تنسوا فضل سوريا عليكم، لبنانيه حصرا. وانا ما راح اشتغل مثلكم جمع لي كام واحد حوالي وروح خرب لكم حفلاتكم، هدول ما في اكثر منهم. ما في اكثر من الناس الزعران والناس اللي بيحبوا حسام جنيد. يعني هلا بنداء واحد، وين ما عملتوا حفله بسوريا لو مو بالدوله نصير ساعتها بنعمل زعران، يعني بناخذ اسلوب الزعرنه، وما في منهم هدول. يعني نحن ما لنا هيك، ما تربينا هيك. وقبل هالمره جربتوا شفتوا شو صار فيكم بسوريا. على كل الاحوال نحن مطربين سوريين اولاد اصل. مو اذا انا دق لي صاحبي وقال لي بدك تروح تغني بمكان والمكان هذا شو ما هاي وما رضيت تروح غني بيزعل وبيروح بينزل مين هذا فلان ومين علتان. على كل الاحوال انا بحترمه، هذا اخ لإلي وموقف معي وقفات ما بنساها لموت. عم بحكي مو عن المطرب، عن صديق المطرب. سوريا إلها فضل عليه ليموت. وانت طلعت ببرنامج حسام جنيد، باغاني حسام جنيد وبمواويل حسام جنيد، ولليوم اذا بعمل انا بتعمل انت وغيرك بلبنان وغير لبنان. انا قدوتكم وانا مدرستكم لليوم، ورح ضلني مدرستكم لحتى تموتوا. انا العقد بقلبكم. النداء الثاني واللي هو بيزعج كثير، وما بنكر انه والله انا من ادلب، هاي حطها براسك كمان، هاي تبع عم تقلي الشعيبيات ادلب. شعيبيات ادلب بتحطها على راسك بتسوى راسك. شعيبيات ادلب بتسوى راسك لتكون بالصورة. وجهت استفزاز ولا وجهت اي شيء في العالم. ليش؟ يعني انت والله بتطلع بتصف، هذا دليل على تربايتك ودليل انه اللي انت الشيء اللي عم تقدمه للعالم شيء باطل. ان شاء الله يفهموا يا رب اللي عندك واللي عنده واللي عنده انه هذا الحديث باطل، وحيرجع يوم من الايام شوفكم بسوريا. انتو نفسكم حيرجع يوم من الايام تختفوا فجأة، ما بلاقيكم غير بسوريا. والله اشتقنا لتراب الوطن. انزين مين ماسكك انت؟ لو ما انت عم تقدم شيء مانو ظابط ما حدا يقرب عليك. كلمة السوري صارت صعبة بالتم. مشان شو؟ مشان مين؟ كرمال شو يعني؟ كرمال تفوت 4-5 آلاف يورو باليوم؟ والله لأدعس راسك. انزين ادعاس طيب تحت. ليش؟ عيب خلص وصلنا لمرحلة العيب. عيب المسبات وعيب موقفك خليك فيه تصطفل. انت حر، ما حدا سب عليك. ولا بحياتي انا كحسام جنيد طلعت سبيت ولا بصب، لانه نحن مربيين انه ما نسب بعضنا نحن كسوريين، وبنرفع راسنا قدام العالم ببعضنا. طبعا حسام جنيد جاب أم العيد، وجاب مليار تريليون عيد مع بعضهم، كله يكتحش مع بعضهم. طبعا وديع الشيخ وحسام جنيد بدهم حلقة كاملة، فاستنوني الحلقة الجاي. كونوا بخير، ولا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة، تفعلوا جرس التنبيهات. وحبايبكم يا نضال الأحمدي.
كل خير.